حصد النقاط. واعتقد المباراة القادمة مباراة مهمة جدا، يعني لو تحصل عليها المنتخب ان شاء الله، لو تحصل المنتخب على 3 نقاط راح تكون دفعة معنوية، وغير عن انها تكون دفعة معنوية حتكون ان شاء الله داعم قوي لان احنا نحقق ان شاء الله التأهل ان شاء الله. ما عندك نية ابو عبد العزيز ترجع تمثل المنتخب رغم اعتزال الدولي؟ شوف المنتخب انا سبق ان قلت يعني انه هو شرف لاي لاعب يعني، وبالعكس احنا نخدم المنتخب لو بالعكازات يعني، لكن اعتقد انه في الكثير يستاهل الفرصه ولديهم الفرصه ان شاء الله، ولكن متى ما يحتاج المنتخب احنا ما نقدر نقول لا يعني في النهايه. بالامس وقبل الامس هناك من يشكك في لجنه جديده في بطولات الانديه. بالنسبه لك كنت قائد نادي الهلال، كم تعتقد بطولات نادي الهلال؟ لا انا نايم في العسل، اموري طيبه الحمد لله. اخيرا هلالي اموري طيبه يعني بطولاتي معروفه ولا ينكرها الا جاحد يعني، فما اعتقد ان قرارات جديده حتزيد او تنقص يعني. اخيرا ابو عبد العزيز، ظهر ايضا دكتور لطيف بخاري من ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم، هو عضو في الاتحاد، وشكك في يعني تسهيل مهمه لنيل الهلال لقب الدوري هذا الموسم. انتم كلاعبين ترون مثل هذه الامور تحصل لكم داخل الملعب؟ هل لكم معامله خاصه كما يقال؟ والله شوف انا اعتقد ان الامير نواف بن سعد تكلم في هذه النقطه واوجز يعني، ولا عاد وراء كلام الامير نواف اي كلمه، ولكن اعتقد ان هذا امر يخصه. والله اذا كان الهلال يعني يحس بتساهيل يعني في المباريات او في البطولات، فما اعتقد انه احنا نلعب في الدوري السعودي. يمكن يقصد هلال سوداني ولا هلال اي هلال ثاني، ما اعتقد انه يقصد هلال سعودي. اخيرا مستحيل. ماذا توجه لزملائك لاعبي المنتخب السعودي في مباراة الغد وفي تصفيات كاملة، وهي نقدر نقول أهم مرحلة بالنسبة للمنتخب السعودي؟ أتمنى لهم يا رب التوفيق إن شاء الله، نبيهم يكونوا إن شاء الله أكثر تركيز وأكثر ثقة، وإحنا معهم دائما أبدا إن شاء الله.